عايزه اسال سؤال. هو انتوا ليه بتقولوا لي انت ست كلك مشاكل، انت كل يوم تقولوا لنا مشكله؟ انا عايزه اقول لكم انا من يوم ما اتوجدت في الدنيا دي وانا نصيبي في الحياه ان انا اشوف المشاكل وادوق طعمها، من يوم ما جيت ليها لحد ما امشي منها. اتكتب عليا كده، نصيبي كده. انا عايزه اعرف حاجه، انت تقدر ولا انت تقدري تتجوزي في مره اولانيه وتبقي انت ام واب لعيالك، تخلفي ولدين او تخلف ولدين يترموا ما يكونش لهم اب، ما يعرفوش ابوهم، يبقى انا امهم وابوهم؟ تقدر انت تنزل تحط شنطه برفانات على كتفك وانت محاسب قد الدنيا وتلف على المحلات وتلف على الكافيهات وتلف على الناس عشان تبيع بشرف وكرامه؟ تقدر تعمل كده؟ يا اللي بتحسدوني، يا اللي بتتنمروا عليا، تقدروا؟ اتجوز جوازه تانيه، اخلف بنت كمان تبقى في رقبتي انا وابوها عايش ومش عايز يصرف عليها عشان مجرد انه يطلقني، ده نار روحه، مش عايز يصرف عليها. بقوا التلاته في رقبتي، انا ام واب، بنزل باخد شنطتي بلف على المحلات وبتعب وبشقى ودي بتوجعني وبقول الحمد لله وبجيب قرش من عرق جبيني. قابلت كل المرضيات وقابلت كل الاذيه من كل الناس ومن كل الاتجاهات، وقفت وصمدت قدامها. انت تقدر تعمل كده؟ يا اللي داخل تشتمني وتتنمر عليا، بتحسدوني على ايه؟ بتحسدوني على ايه؟ على الاكتئاب اللي انا وصلت ليه؟ انتوا بتشوفوني منظر قدامكم كده صوره، لكن انتوا ما تعرفوش انا عايشه في ايه، ما تعرفوش الاكتئاب اللي انا وصلت ليه بسبب تنمركم وحسادكم ليا. ارحموا نفسكم، انتوا ما تعرفوش عني حاجه عشان تشتموني باقذر الالفاظ او تحسدوني. بتحسدوني على ايه؟ يا رب كل اللي بيحسدني وكل اللي شايف حاجه ما هيش اصلا موجوده يجي يعيش مكاني. انا ما اتولدتش في بقي معلقه ذهب، انا قعدت على الرصيف وشفت اللي ما حدش شافه، اللي الرجاله اللي عامله رجاله وداخله تشتمني وبتحسدني ما تقدرش تواجهه. انا واجهته ولسه هواجهه وهفضل طول حياتي. الضربه اللي ما بتموتنيش بتقويني وما بخافش الا من اللي خلقني. انتوا اللي خليتوني اطلع الوش ده، مش وش رشا البريئه اللي انتوا بتحبوه، اللي هي الكيوته الطيبه الغلبانه اللي ما بتعرفش تفكر. انتوا السبب في اللي انا فيه. كل اللي ظلموني وبيدبروا عايزه اقول لكم ان التدابير لله، التدابير لله، لان انا ما بدبرهاش، وتدابيركم ربنا ان شاء الله هيقلبها عليكم. بس خلاص.